سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم البنات البغرير ديال الزراعه كامل، يعني من بدون فرص وصحي. كيجي كالشهده كما كتشوفوا، كيجي كالشهده ورطب وخفيف، وصراحه كيجي محمر ومصقب، يعني كيجي غزال ولذيذ. او معي تشوفوا طريقه التحضير ديال البغرير. وايضا البنات غادي نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديال الفلو كراميل. حتى هو كيكون ساهل التحضير ونفس الوقت كيجي لذيذ وبنين. او معي حتى لاخر الفيديو وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. نبداو طريقه تحضير البنات. عندي هنايا زلافه ديال الطحين ديال الزرع كما قلت لكم مغربل، كنحيدو منه النخاله. درت هنا زلافه كبيره، وعندي خماره ديال الحلوه وبيضه. هاد البغريره البنات راه صحي، كلوه ما تخافوش منه، حيت ديال الزرع. والملحه، وتقريبا معلقه كبيره ديال الخميره. وصافي، وكنديروا الماء دافي. كنبدا نحركو ديك المقادير كامله. نبدا نجمع ديك البيضه مع ديك المقادير. الطحين ديال الزرع كيكون شويه ثقيل، نبدا نخلطو ونبدا نزيدو شويه د الماء. كنبقاو مستمرين في التحراك. انا ما قطعتش لكم الفيديو باش تشوفوا كلشي بالتفاصيل. كاين اللي ما كيطلعش ليهم البغرير، الناس المبتدئين مثلا. هنا كناخذوا الخلاط، كنخوي فيه ديك المقادير كامله وكنطربوه في الخلاط. وكنزيدو شويه ديال الماء. عينا ميزاننا ما خصوش يكون ثقيل بزاف البنات، ما يكونش خفيف بزاف. صافي، غنشدو نطربوه. من بعد ملي كنطربوه كما كتشوفوا البنات القوام كيفاش كيكون خفيف. صافي كنرجعوه للزلافه. ما كنخليوه يخمر لا والو البنات. في البلاصه كنطيبو. كنجيبو المقله اللي غنطيبو فيها البغرير. صافي، وكنديرو العافيه مهيله. ملي كتشوفوا البنات كيجي مطأب وما كياخذش الوقت كتير. صراحه جا غزال وكيجي خفيف خفيف، حيت كدير قوام كيكون خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف. وكيجي محمر من التحت. كنبدا نخبزو حتى كنكملو الزلافه ديالنا ديال البغرير كامله. الملفه كنديروا البنات بالسميد. البغرير كنديروا بالسميد. هاد المره درتو بالزرع، الطحين ديال الزرع كما كتشوفوا كيجي غزال. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، يكون خفيف عليكم. من بعد البنات دابا غندوزو للتحليه ديال الفلو كراميل. غنبداو به هو الاول. عندنا هنايا كاس ديال سنيده. كنبداو بالكراميل هو الاول البنات، كنديروا له العافيه مهيله وكنخليوه حتى كيذوب على خاطرو. كنبدا نحركو بشويه بشويه.
كما كتشوفوا البنات هو داب لينا. كناخذوا المول اللي غنديروا فيه هاد الكراميل هذا. اي مول عندكم كتفضلوه. صافي كنوزعوا ديك الكراميل، كنوزعوا على داك المول. صافي كندخلوه للثلاجه على ما نوجدوا الفلو. كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها لتر ديال الحليب. كنزيدو نص لتر اخر هو الليطرو. وعندنا هاد الخنيشه ديال الفلو كراميل البنات. كناخذوا كراميل هو الاول، وعندي خنيشه صغيره حتى هي ديال الشكلاط. حنا خلطتهم هنا بجوج. درت فلو كراميل درت ديال الكراميل ودرت ديال الشكلاط. بغيتو نوعيه وحده ديروا نوعيه وحده ديال الكراميل. صافي كنديروا السكر على حسب الذوق البنات. حيت انا درت هنايا 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده. بغيتو يكون حلو، كتبغيو الحلاوه بزاف ديروا تقريبا 6 ولا 7 على حسب الذوق ديالكم. وكنديروا بيضه. كنحركوا هاد المقادير كامله كنحركوها، ما يبقاش لينا ديك الحبيبات ديال الشكلاط مكور تما. صافي كنديروا على العافيه كنخليوه حتى كيغلى. بدا كيغلى لينا البنات كنحركوه مزيان. صافي كنطفيو عليه. من بعد ملي كنخرجوا من الثلاجه الكراميل كنخرجوا من الثلاجه كنديروه كنكبوا على كنكبوا في المول ديالنا. كنديروها الطريقه ديال المعلقه باش ما يخسرش لكم الكراميل. وكندخلوا للثلاجه تقريبا البنات 5 سوايع ولا 6 سوايع على ما يجمع راسو. كما كتشوفوا البنات حنا خرجناه من الثلاجه وخليناه تقريبا شي 6 سوايع حتى جمع راسو مزيان. صافي كندورو هنا بشويه ديال المسنا في الجناب باش ما يلصقش لكم من بغيت تخويوه. كناخذوا الطبس اللي غادي ديال التقديم اللي غادي نخويو فيه فلو كراميل ديالنا. هذا هو الشكل النهائي كيجي غزال وجلديد البنات زوين. جربوا هاد الطريقه هذه. الانسان كيديروا للسحور ولا الانسان للفطور. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم البنات، وشكرا على المتابعه. وكذلك البغير حتى هو كيجي غزال البغرير وشهيه طيبه.